أول ما أتكلم مع شخص روسي طبعًا يشوف قندورة وغترة وعقال خلّني أقول، فعلًا ينصدم. كيف إماراتي يتكلم روسي؟ السؤال المكرر ليش اتعلمت؟ عرّفنا بنفسك بالروسي. Всем привет! Меня зовут Адиль Хамади, мне 40 лет, я работаю инженером, я родился в Дубае, но работаю в Абу-Даби. متى أول مرة سمعت اللغة الروسية؟ يمكن في 2012 كيف بديت تتعلم اللغة الروسية؟ بديت في معهد، لكن ما يازلي، ما عجبني المدرس، طلعت من المعهد وما بغيت أستسلم، دورت أونلاين وحصلت تطبيق تقدر تتعلم لغات، فلقيت لي مدرس هناك ومشيت معاه الحمد لله يعني، وما زلت معاه 5 سنوات الحين. شو أصعب كلمة روسية مرت عليك؟ مثل ما يقولون المعالم السياحية تنطق دستو بريمي تشاتلنستي. كل هالجملة اللي قلتها مواقع سياحية؟ أول ما تتكلم مع شخص روسي شو تكون ردة فعله؟ فعلا ينصدم ويسأل دائما، يقول لي أنت من وين تعلمت؟ وطبعا السؤال المكرر ليش تعلمت؟ لا بس أنا حاب أتعلم لغات وتعلمت روسي. طبعا دائما يسألون ليش؟ فعلا اللغة الروسية لغة جميلة. شو الكلمات الروسية ولها شيء مشابه في اللغة العربية؟ عندك صندوق، عندك شيطان، عندك كركمة اللي هو كركم، عندك نفط اللي هو نفط، عندك كارتا اللي هي خارطة. أشهر الكلمات الروسية المعروفة تحس أنها دارجة عند الناس كلها بتعرفها. عندك خرشو، شو معناها؟ معناها أنا بخير مثلا، أو حسنا جيد مثلا بالإنجليزي good. بريفيت اللي هي أهلا. كيف حالك بالروسي؟ بعطيك مثل ما يقولون البسيطة كاك ديلا. سباسيبا اللي هو شكرا. كلمة مثلا باي في طويلة، لكن في وحدة صغيرة اللي هي باكا. باكا يعني باي، مع السلامة.